اسمه المملكه، قلت المملكه، قلت البوليزاريو عنده مكانه في الاتحاد الافريقي، وعضو مؤسس ومعترف به. وفي الاخير في الاعوام الاخيره بدات تسقط الاعترافات لصالح المغرب، تنازلات في الاعتراف. السبب لان المغرب طرح، لان نعطيك السبب، لان المغرب طرح فكره جديده، هي فكره الحكم الذاتي 2007. لان قبل ما كانش عندها حكم ذاتي. انت باش تطرح حكم ذاتي بين بلا ارضك. علاش الملك ما طرحش الحكم الذاتي على بلاصه يسموها كازا ولا على اكادير؟ طرح حكم ذاتي على المغرب، على الصحراء الغربيه. جاوبني السؤال هذا. راك تهضر بزاف صديق، راك تهضر بزاف. يعني انت الان تقر بعظمه لسانك بان الدبلوماسيه الجزائريه فشلت كونتر المروك. لا لم تفشل. لا لم تفشل اخي الكريم. بالعكس، انا نشوف فيها المغرب اللي فشلت، لان الاعترافات الكبرى من دول الكبرى كانت بصفقات. يعني المغرب المغرب دخل كيان. واش دخلك انت صفقات ولا ما صفقات؟ واش دخلك انت؟ هذه قسمت المغرب. يعني المغرب دوكا حتكون بلاتي يكون فيها اليهود، يكون فيها بلاتي نهار تراجعت الاكوادور بعدما يعني دات الفلوس ودات الدراهم ودات كل شيء، على حبستوا الاكوادور، حبستوا البنان. يعني انت كي خسرتي قضيه مع الاكوادور راح فيها شعب اللي ولات عمان هي اللي تجيب لك البنان من شرق اسيا. هل هذا معليش هذا شأن داخلي ماشي شأن مغربي. انا جاوبني على السؤال، جاوبني على السؤال. علاش المغرب راهي تطالب بالحكم الذاتي في الصحراء الغربيه، ما طالبش بالحكم الذاتي في اكادير باش تعرف بلي ماهيش ارضك؟ يا اسمع دقيقه، انا ماشي ارضي وديت ماشي ارضك يا عمي. اسمع دي معك سؤال. هذه ماشي ارضي، انا ديتها صحه. انت واش دخلك؟ ما تديهاش. انا حنا باش نمنعوا المغرب ما يكونش عندها صحراء. حنا جزائريين الهدف تاعنا تقسيم المغرب. هذا هو الهدف. يا ابو ادم هذيك ارض تسال فيها انت شي حاجه كجزائر؟ نسال فيها انا عمي. ايش تسال فيها؟ نسال فيها اني نقسمها على المغرب. انت تسال فيها تقسمها على المغرب؟ انا عمي. يعني انت الحلم ديالك، اسمع ماشي حلم، هذه حقيقه. اذا دوك انت راك عايش فيها مستعمر، بصح سكانها الاصليين راهم في تيمبي. خلينا نتكلموا معاك. يعني الحقيقه المطلقه اللي كاينه دابا وتقرها بعظمه لسانك هو انك تسعى الى تقسيم المغرب، صح؟ نعم، نسعى الى تقسيم المغرب والجزائر دوله ذات ايادي خفيه. شوف الجزائر عندنا قضيتنا مع في المغرب مع الصحراء الغربيه، وعندنا مالي مع الازواج، وعندنا في ليبيا مع الجزائر حنا حاجه مدفونه في شمال افريقيا بدون رضا الجزائر. يا بلاتي واش قصه الايادي الخفيه؟ هذيك هي اللي ابحث فيها اخي الكريم. انا روح ابحث فيها. مانيش عارف وشنو قصه المهم احنا نهضروا على تقسيم الجزائر ان شاء الله نقسموا المغرب وياخذوا الصحراء الغربيه بلادهم، وانا ندعموا فيهم الى الممات. كما قال تبون قضيه مبدا احنا اللي معاهم الى الاخر. النظام صح قضيه مبدا. دابا انت كتقول ان يعني الهدف ديال الجزائر هو تقسيم المغرب. الغايه ديالك انت من بعد ما تقسم المغرب واش هي؟ فقط انك قسمته؟ نعم، نقسموها برك، هذا هو الهدف. نقسموها اضعاف المغرب. النتيجه اللي باغي تحصل عليها وشنو زعما؟ قسم اضعاف المغرب وتقسيمه، هذا هو الهدف اللي حابين نسمعوه. هذا هو الهدف الجزائري. لان المغرب بلاد يهود يتكلمون العربيه، ونحن ضد الكيان. اسمع وانا من هذا المنبر نقول لك الله يقسمك من خرجتك. قسم المغرب. انت غتقسم المغرب؟ بلاتي نحيد من حتى الايادي الخفيه تم خاريه باش مع ابجديات البقاء على القيد الحياه ديال امك. يقول لك الشر بيتقسم المغرب. قسمت المغرب حتى ملي كان في ايام يضع فيه، اما ملي ولي حاكم من الوسط. احمد ربي لان المغرب لا يعاملك بنفس المبدا. لو كان يعاملك بنفس المبدا والله خراك ما يجمعوش طايط. انت دوله مترابيه الاطراف وواحد في الماكله.
تعيش يوليو ادراري صيفطوا ليك، المغرب يولي يروف عليك يا المرخص. 33 حيات 30 شبع فمكم سبان بالله. قال لك الهدف ديالنا غنقطع امك هاد اللايف هاد لابارتي هادي وغادي نلوحها لك في نلوحها لك في تيك توك. شباب حتى انا شي لعيبه نجلسوا ليه. لا 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 سي بون غادي ناخذ ليه كرسي. والله الا قال لك الحلم ديالي نقسم من المغرب. واعر هاتي راه خطيره دمك. والله العظيم الحلم ديالي نقسم المغرب. حلم كي داير يا محينك ما نسيت والو. والله الا قال لك الحلم ديالي نقسم المغرب، وشنو هي النتيجه؟ صافي نقسم وصافي. المرخص يا محينك. بلاد الناس مازال تعيش في لابوبيل يا المرخص يا طحاحنا يا الهويش. وتجي تتقسم المغرب وانت واحد خرج غير البارح دولك غير على الامازيغيه ضربتيه ب5 سنين تاع الحبس. علاش؟ باسكو عارف بان هذا التماسك ديال العروش اللي عندك نتمايا قادر انه ينهار في اي لحظه. التركيبه هذه ديال مزاب وديال الاوراس وهادو مازال ياكلوا بعضياتهم. لا المقطع انا غادي نقطعو غادي نلوحوه انايا في لاباج ديالي عادي جدا ويتبارطاجا نورمال. والله العظيم. الاخوان سمحوا لي انا الله كنشوف سي سيزار تا هو معنا، سي عثمان. السلام عليكم. كيفاش طلعت انايا؟ والله لقيتك دير انفيتاسيون تكون بركت عليها بالغلط ولا شي حاجه. واه سي بوسيبل. واه حيت انا كنت كنسمع لكم و جي با كومبري. السلام عليكم الاستاذ. تحياتي سي عثمان ربي يحفظك. تحياتي خويا سيزار الاستاذ جمال الاخوان كاملين تحياتي لكم. سي عثمان دريس واش سمعتي شنو اللي قال لك انا غادي نتكلم دغيا وغنهبط انا راه مقال تحت. قال لك اضعاف المغرب يعني يعترفون بان المغرب قوي لكي يجب اضعافه. امكانيات جمانه انا نستغل هذه الفرصه هذه. شوف هذه راه كان ذكر حتى السي منار سليمي والابن ديالو كيقول بان لكي لا يكون المغرب قوة إقليمية في المنطقة يجب تجزئه، لأن قوته في كمال جسده، لأنك إضعافه في منطقة ما وخلق الأزمة هناك لا يجعل من المغرب كاملة زعما نقولوا حنايا المكتمل الأطراف حتى لا يكون قوة إقليمية. باش تكون قوة إقليمية ما خصوش يكون عندك مشكل مفتعل داخل الأراضي ديالك، وهذا يعني أمر لعبوا عليه الجزائريين، إضعاف الدولة بهذه المسألة هذه عبر التقسيم حتى لا تكون قوة إقليمية. يعني تخيل أنت من 75 إذا لم يكن لدينا هذا المشكل المفتعل أين سيكون المغرب؟ أمر هذا معروف، وبالتالي هذا ممنهج، لأن بومدين بومدين خدا هذا الأمر هذاك على عاتقه. علاش قال لي الحجرة في الصباط على اساس انك ما تسرعش في الخطوات واللي متعارف مع هذيك الحجره ديال الصباط، والهدف كان واضح اضعاف المغربي حتى لا يكون قوه اقليميه. اوكي ولكن دابا هذيك الحجره في الصباط اخويا انا دابا غادي ننزل هذيك الحجره في الصباط ياك ولات لهم عافيه بين الرجلين، وإلا كانت العافيه بين الرجلين راه كتشوي شي بلايص ما كاين سكر كاع. دونك الا شوات دوك البلايص ما بقى عندهم والو، وانتم عارفين في الجزائر شنو كاين. دونك الا جينا نتكلموا وغادي نقولوا غيتشواو ليهم بين الرجلين صافي ما بقى والو، ما بقى حتى شي حاجه. أزمة الرجال تتحقق عند الجزائر. الحجرة في الصباط ولات لهم في مسمار في العنقرة، راهي دولة كاملة دابا مشلة. وشنو كاين شي حاجة في الجزائر أصلا؟ هذا راه المهم اخويا الله يعطيك السر، صيفط لهم داك السكانير اللي عندك العرض سيدي ربي الله يرحم والديك اخويا. شوف هذاك المسمار فين كاين، وشوف حاول اخويا تحيد لهم داك المسمار بالنورو نافيغاتور،
بالنور ونافيغاتور بلا ما تقيس ليهم شي بلاصه واحده اخرى لا يتشلوا كاملين. اسمح لي يا خويا الله يعطيك الخير، مرحبا شكرا مرحبا جزيلا. مرحبا. يعطيك